أستاذ سامي شليل مدير العلاقات العامة بالنادي المصري، بنرحب بحضرتك وعايزين نعرف مدى استعداد العلاقات العامة بالنادي المصري للانطلاق للدوري لهذا الموسم إن شاء الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ربنا بس يكرم الفريق إن شاء الله ويكرمنا كلنا بإذن الله ونقدم شكل كويس، وإن شاء الله يكون المصري هو نفس المصري اللي الناس كلها متعودة عليه بإذن الرحمن، كأداء وكاسم كيان كبير بإذن الله ربنا يوفقنا إن شاء الله. بالنسبة للاستعداد دي استعدادات طبيعية، بننسق طبعا الموضوع المعلوم الدوري بدون جمهور، فبيبقى في تعليمات معينة بتيجي من الاتحاد وبنلتزم بيها بالعدد معين بنوفيهم الأسماء السفر بتاعتهم، وبنلتزم بالتعليمات وإن شاء الله بننسق مع الفريق الأول إن ربنا يقدرنا كده ونزيل أي عقبات في فريقهم إن شاء الله. هل في تصريحات للإعلام عشان الدخول أو تسهيل دخولهم في مباريات المصري من قبل الإعلام من لا أولا المباراة بتاعت الزمالك ديت مش مباراة بتاعت الزمالك، فهو ملعبه، فهو اللي بيكون منسق كل اموره، هو اللي بينسق الامور ديت ده شأنه يعني. لكن احنا بالنسبه لنا في الاجراءات العاديه احنا بنلعب على استاد السويس، فطبعا اللعب على استاد السويس بيختلف عن بورسعيد، انت بتجهز المباراه وبتستقبل الاعلاميين والصحفيين. كانت التعليمات بتاعت وزاره الداخليه ان هم بينزلوا بكرنيهاتهم الشخصيه، بكرنيه وزاره الاعلام، بكرنيه بتاع المؤسسات الاعلاميه بتاعتهم. لكن النادي المصري الكلام ده احنا كنا بنعمل كرنيهات خاصه هنا بالنسبه لنا عشان المقصوره الرئيسيه، ان احنا كان مجلس الاداره موفر مكان معين في المقصوره هنا تكريما للساده الاعلاميين والصحفيين في بورسعيد. لكن طبعا احنا لما بنكون بنلعب في ملعب غير ملعبك فالموضوع بنلتزم بتعليمات المكان، خصوصا دي تعليمات جيش واستاد جيش يعني. فاستاد الجيش بيبقى مجهز الاماكن معينه، كل الاعلاميين بيلتزموا باماكنهم على حسب تعليمات الجيش، التعليمات مش بتاعتنا يعني. من كل التوفيق يا استاذ. ربنا يكرمك التوفيق ان شاء الله كده، وربنا يكرم النادي المصري ويكون في احسن حال ان شاء الله الرحمن، ونفرح كل الجمهور.